السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا بنا على النبي وتعالوا بينا ندخل على الفيديو الحلو ده. عملنا فيه فايش سريع، وعملنا كمان طعمه ما يتفرجش عن الفايش العادي الصعيدي. عملنا له تريكات كده وحاجات حلوة كده. اتبعوا الفيديو وهتعرفوا كل التفاصيل. كمان شطبنا المطبخ، غسلنا البوتاجاز، لمعنا الرخامة، عملنا كل حاجة كده في روتين كامل كده. لميته لكم في فيديو واحد. قلت بدل ما اعمله لكم على فيديوهين اعمله لكم على فيديو واحد واوريكم احنا بنعمل ايه. طبعا مش كل الحاجات اللي بنصورها يعني ما بنكونش عاملين غير كده وبس، لا بيبقى في شغل تاني وتاني وتاني ما بنكونش مصورينه. اول حاجة انا جبت دقيق، دول حوالي 2 كيلو من الدقيق. جبت كركم وجبت سمسم وجبت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وسمنة، وكيس بيكنج باودر، وصباع من الخميرة البيرة. هضيف هنا على الدقيق المكونات الجافة اللي هي ايه، السمسم والبيكنج باودر وهقلبهم ببعض، وذرة ملح، وحوالي نص كوباية من السكر. تمام. حطيت الكركم والبيكنج باودر والسمسم. ويا ريت اللي ما دخل ولحد الان ما حطش اللايك وحط لنا اللايك، ويا ريت اللي دخل اول مره يزور قناتي يا ريت يشترك. قلبنا المكونات الناشفة كلها مع بعض أو المكونات الجافة كلها مع بعض بحيث إن الدقيق يتجانس من كل المكونات اللي فيه. حابة تدوبي الكركم في مية خارجية براحتك، كده كده هيتعجن كويس جدا، وهتحط له اللبن أو المية اللي هيتعجن بيه وهيختلط كويس جدا وهيبقى زي الفل. قلبنا كده المكونات. هنزل بلبن على مية وبعد كده ايه اعجنه. بس قبل ما انزل بالميه هحط ايه مقدار الماده الدهنيه بتاعتي اللي هي عباره عن ايه كوبايه من السمنه على الزيت. قلبتهم في بعض كويس واحطهم على الدقيق، اقلبهم تقليبه وابدا بقى اعجن. الفايش غير البسكوتات والحاجات دي. عايزه تاخدي احلى معجنات اعجنيها كويس، اعجنيها واخدمي العجينه كويس، هتديكي نتيجه فوق الخيال. بصوا هنا بقلب الدقيق بالسمنه بالزيت كويس بحيث ان هي تبقى زي مبسوسه، كل الدقيق شارب من ايه السمنه والزيت. بوريكم هنا انا عندي كان حوالي ربع كيلو او نص كيلو من اللبن، زودت عليهم ميه سخنه وبدات اعجن. بص اللون بتاعه حلو، واللي الدقيق لما تعجني فيه بيدي مطه حلوه. حطيت انا نص مقدار السمنه والزيت، والنص التاني هاخده في اخر العجين. يعني حطيت نص كوبايه في الاول والنص التاني هاخده في العجين. كده عجنتها كده وملكتها كويس ودهنت الوش بتاعها سمنة اهو، السمنة دي. وبعد كده هغطيها وهسيبها ايه تخمر. على بال ما تخمر مش هنقعد على حملة كده ونحط ايدنا على خدنا ونستنى ايه لما تخمر، لا في كذا مصلحة تاني او كذا شغلة تاني هنروح نشوفهم ونعملهم علشان كده نكون انجزنا في الوقت. حاولي تنجزي في الوقت وتعملي كذا مصلحة في اليوم. أنا من الناس اللي لما أكون عاملة كذا شغلانة في اليوم ببقى فرحانة في نفسي في آخر اليوم وأحس إن يومي ده ما راحش كده هدر. حاولي تنجزي دي في دي في دي. وفي ناس بتقول اعملي شغلانة، أنا بحب أفتح في كذا حاجة في مرة واحدة. يمكن دي بتهد حيلة شوية بس أنا في الآخر بكون فرحانة ومبسوطة من النتيجة. انت مش عشان ما ترهقش نفسك ممكن تعملي حاجة، يعني كل واحدة على حسب طبعه وعلى حسب ما تعود. هنا زي ما انتوا شايفين كده بقول لكم ما شاء الله العجينه مخدومه كويس ومعجونه كويس، وحاطه على الوش بتاعها سمنه، واللي باين ده سمسم. نيجي بقى على المعركه اللي في المطبخ اللي مستنيانا. طيب هنشتغل في الفايش وهنسيب الدنيا هايصه كده ونبقى عايلين الهم نتحرك ازاي ونتناول اي حاجه من على الحوض ازاي؟ عايزين كوبايه، عايزين طبق، حد عايز ياكل انت وشغاله هيقول لك قومي اغسلي، فانت ريحي دماغك، قومي واغسلي مواعينك وظبطي حالك وظبطي دنيتك كده علشان ايه تشتغل الشغلانه التانية على بال رايق. جبت بقى ايه المواعين بتاعتي، بدأت أغسل فيها. وحابة أنا وبغسل فيها المواعين كده أحكي معاكم على حاجة. يعني حد كان حكالي حاجة، يعني مشكلة، وقال لي اطرحيها عندك في القناة وعايزين حل ليها. اللي هي ايه؟ معاملة الأخوات مع بعضهم دلوقتي ما بقتش زي الأول. بس قبل ما ندخل في الموضوع وفي القصة اللي هنحكيها، يا ريت بالله عليكم ما تنسوش اللايك وحطوا اللايك. يعني أكرمكم الله وأعزكم الله، ولكم بالمثل مما تتمنوا لي.
في حد كانت بتقول لي اخواتي كانوا بيحبوا بعض يعني جدا. احنا بنات وولاد، احنا أسرة كبيرة، احنا مكونين من عدد كبير من الأولاد والبنات، حوالي 8 اخوات مع بعض. فالبنات اتجوزت والولاد اتجوزت، وفضلت أمي وأبويا كبار في السن. والإخوات بدأت معاملتهم تتغير بعد ما اتجوزوا. مرات الأخ دي مش طايقة سلفتها التانية، وهكذا. والمشكلة إني بيفتنوا أزواجهم على يعني ده عمل وأخوك سوى، ده أخوك كلم ابني، ده أخوك ضرب ابني، ده مرات أخوك قالت لي، ده عملت لي. الراجل اللي المظبوط في المواقف دي يعني ده كان ردي ليها، ما يرميش ودنه لمراته ويخرب على أخوه ويخرب على بيته وقطع أخوه بسبب إن مراته جات له كلمة أو جات له حاجة أو كده. يعني أنا أعرف ناس من كتر حبهم في بعض مهما يوصل لهم كلام، يعني تكون واحدة ووزة في ودن جوزها زي ما بنقول كده بالبلدي، ما بيسمع لهاش ويقولها أنا عارف أخويا، أنا عارف أختي، لا ده ما يحصلش، لا ده ما يجرش. بصي بيقطع عليها زي ما بيقولوا عشان إيه؟ النار ما تمسكش في البيت والمشاكل تكتر والولاد تكره بعضيها وولاد العم يكرهوا بعضيهم، ويصبحوا في بيت واحد عايشين، بس كل واحد عايش في مكان ومنفصل عن التاني، ولا حتى السلام بيرميه على أخوه ولا على مرات أخوه ولا على ولاد أخوه. يصبح إن إيه؟ تبقى في عداوة في البيت ما بين الأخ وأخوه ومراته، وتصبح عيلة كده مشتتة. فالناس الصح تقول لك لا انا ما صدقش على اخويا كذا، لا انا عارف اخويا، انا عارف اختي، لا ما يحصلش، طب لا كبري دماغك، لا عيال مع بعضيها، وتعدي الدنيا وتعدي الامور. لكن اعزكم الله في ناس فعلا فعلا ستاتهم مسيطرة عليهم، فاي كلمة تتقال لهم يلا كده بيتفتحوا وبتحصل مشاكل وتخرب الدنيا خالص. زي ما قلت لكم انا القصة دي واحدة حكتها لي، و للأسف الشديد يعني بتقولك البيت أصبح عبارة عن كتلة أعداء عايشين في بيت واحد، كتلة أعداء عايشين في البيت. والأم تعبت نفسيا من كتر ما هي مش عارفة تصلح ما بين الأمور. والأب راجل كبير في السن ولا حول له ولا قوة، وبرضه مش قادر يسيطر على اللي في البيت. هما مستغلين إن هو سنه كبير ويعني تقريبا كده قعيد، فمش يعني مش مسيطر على الإخوات في البيت، وكل يوم خناقة وكل يوم ضرب، وكل يوم بتوصل إن ممكن الأخ يضرب أخوه قدام مراته. فيعني أنا لما سمعت القصة دي بجد بجد أنا زعلت. يعني سبحان الله، ده في المثل بيقولوا أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. يعني سبحان الله. وكمان في الدين في القرآن بيقول لك ايه في آية قرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم ونشد عضدك بأخيك. يعني أخوك سندك، أخوك ده ظهرك، أخوك حماية ليك. فتصبح الإخوات أعداء، والإخوات حرب ما بينهم، ودايما مشاكل، ودايما مقاطعين بعض، ودايما ما بيكلموش بعض. ولو واحد عدى على التاني ما يرميش عليه السلام، فطبعا دي حاجة تتعب نفسيا جدا. فقولوا لي بالله عليكم الزمن ده مين جاب له قصة زي كده؟ والحل في القصة دي ايه؟ انا كان ردي عليها ان هو العيب من الاساس من الاخوات. إيه؟ لما الواحد مراته بتقول له على كذا كذا كذا، كان هو كل واحد سيطر على مراته، وكان ما عداش اخوه، وكان تفاهمه معاهم بالود وبالرحمة، وكان علموا الاولاد الصغيرين يحبوا بعض، يودوا بعض، ده ابن عمك، ده اخوك، ده زي اخوك وكده. يعني زي ما اغلب البيوت يعني الناس الكبيرة بتنصح وكده. يعني انا يعني عشرت آه، جدتي. فجدتي دي كانت ايه؟ ست حكيمة بمعنى الكلمة، كانت يعني ما شاء الله عليها. فكانت دايما كده اسمعها: لا ودوا بعض، انتوا اخوات، حبوا بعض، اسألوا على بعض. إيه كان كمان لما خالي بيجي من السفر، يعني يا دوبك بيسلم عليها وتقول له اجري سلم على اخواتك، اجري اسأل على اخواتك البنات، اجري ده مستنيينك، ده نفسهم يشوفوك. يعني كانت الله يرحمها كده، كانت ست حكيمة، ست حكيمة كده، وربنا يا رب يرحمها ويجعل مأواها جنة. فطبعا النصايح والحاجات الحلوة دي اللي كنا بناخدوها من الناس الكبيرة بتاعت زمان أصبحت مش موجودة.
فاصبح ان ايه دي، لا ليه سلفتي ما تتنصرش عليا، لا ده اخوك قال لي وخد لي حقي، لا انا مش ايه مش متجوزه راجل. وطبعا ياما الراجل بيسمع الكلمه دي بيجي جنونه، يعني لازم يثبت رجولته قدام مراته وقدام اهل مراته، ويمسك اخوه يضربه عشان ايه؟ هي ترتاح واهلها كمان يرتاحوا ويحسوا ان هي مدين بنتهم الراجل وقادر يحميها. طبعا الكلام ده مش مظبوط. الكلام ده الواحد يكون حكيم ويكون عاقل ويكون واعي هو بيعمل ايه ويتصرف ايه، مش كده يندفع في كلامه وفي تصرفاته ويخسر اخوه ويخسر اهله بسبب كلمة. يعني ممكن تعدي الموضوع ده كله من غير ما تحصل الازمات دي كلها ومن غير ما تحصل العداوة دي كلها و... وتعدي الامور على خير. خلصنا المطبخ بتاعنا، خلصنا الرخامة، ظبطنا امورنا، بقيت الدنيا تمام. الرخامة اصبحت فاضية بحيث لما اجي اسوي فرن البوتاجاز الفايش يكون معايا الدنيا رايقة وتمام. عايزة اقول لكم ان لو عايزين تشربوا قهوة او بن بجودة المستورد او بجودة البن الغالي اللي بنسمع عنه الربع كيلو ب250 وب300 جنيه، فانصحكم بالنوعية دي. اسمه بن يمني عبد المعبود. انا بحب اشرب السادة الفاتح. انا كنت وريت لكم في فيديو قبل كده نوعية البن ده، بصراحة تحفة تحفة. هتعمليه مع لبن ماشي، هتعمليه سادة ماشي، ماشي معاكي في كله. وما شاء الله كده بيديكي ايه تظبيطة مزاج عالي العال. بصوا البوتاجاز بيجي ما شاء الله فله شمعة منورة والدنيا تمام. هاجي تاني يوم كده، مش عارفة صورت لكم في الفيديو ده المقطع اللي انا عملت فيه الحيطة السيراميك اللي ورا البوتاجاز ولا لا، مش عارفة والله هتظهر معايا في الفيديو ولا ايه. بس انا بعد ما خلصت الفايش وكانت الحيطه سخنه من ورا البوتاجاز، استغليت الموقف وجبت حته سلكه خشنه واديله ايدي كده في السيراميك، خليت السيراميك كده ايه بينضج بيلمع. بصوا، والحيطه برضو اللي ورا الحوض ما بنساهاش، والحنفيه والحوض بلمعه التلميعه الحلوه كده. وبحب احط المعالق في صفايه كده، مش بحب احطها في الدرج علشان ايه تبقى ايه في متناول اللي عايز اي معلقه كده بيلاقيها في وشه. بصوا، على بال ما غسلنا المطبخ وروجنا المطبخ بتاعنا وغسلنا المواعين، كانت العجينة ما شاء الله زي الفل واختمرت وبقت زي الفل. طبعا انا بعد ما غسلت المواعين، يمكن ما ظهرتش لكم برضو المقطع ده، مسكت الصيجان غسلتها. بصوا حتة العجين ده انا كنت برضو قبل كده خبزة برضو شوية فايش زي كده بس في الشمس. لاحظت عليها علشان برضو ما حدش يوقع في المعلومة دي يقول لك لا انا اروح في الشمس واخمرهم في الشمس هيطلعوا معايا بسرعة وهيطلعوا احسن. انا لما خمرتهم في الشمس وقطعتهم وحطيتهم على الصيجان في الشمس ساح مني. لكن في المرة اللي بعدها اللي في المرة دي عملتهم في الشقة عندي تحت وما حطيتهمش في الشمس وخمروا زي الفل وما خدوش وقت وطلعوا زي الفل. فالجو الحر ده مش محتاج ان ايه يعني نحط في شمس خالص. ان انا عايزه اقول لكم ان ممكن تخبزوا العيش الشمسي كمان في الجو ده عادي من غير كمان مروحه، بيطلع معاكم زي الفل وتحفه وما يسحش. بصوا بوريكم اهو اللي خبزته في الشمس. يعني انا حابه اوريكم الايجابيات والسلبيات علشان ايه يعني كل حاجه تكون ظاهره بمنتهى المصداقيه. اللي عملتهم في الشمس قبل كده كنت بخبز عيش شمسي زي ما انتوا شايفين، وقلت على بال ما ارص العيش ابقى اخبزه. ما طلعش حلو ومنفوش وكده زي ما انتوا شايفين كده كابس ومحطب ومش حلو. لكن اللي خبزتهم ما شاء الله في الشقة تحت طالع هايش وخفيف وحلو وتحفة. وزي ما بتقولي كده اللي كان في الشمس كده عشان اتصمت وخمر وفش خمر وكده كان ما بيبلش في اللبن، لكن ده طلع تحفة تحفة تحفة. يا رب الروتين والفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون استفدتوا، ولو حد مر بالمشاكل دي يفوق كده ويوعى لنفسه. وعزكم الله.